السلام عليكم. سنة 2023 قرر العالمي الكبير علي جلاني انه يتعلم موسيقى ويفهم علم الموسيقى ده بيقول ايه. هو علم زي كل العلوم اللي في الدنيا، ليه نظريات وتجارب علمية وليه علماء كمان زيه زي اي علم، ده حتى بيتطور طول الوقت من متخصصين في المجال. ولو مش مصدقني بص كده في بلدك، ما تقلقش مش هتلاقي حد شبهك، هتلاقي معاهد واكاديميات متخصصة في المجال ده. ولو الموسيقى كمان ما كانتش علم ما كنتش هتلاقي ليها مدرسين ودكاترة جامعة متخصصين في المجال ده. بس السؤال هنا، هي الموسيقى مهمة في ايه لكل ده؟ ما تاخذنيش يعني، اصل هي مش علم زي الطب اللي من غيره ممكن نموت، او الهندسة اللي بسببها العالم بيتطور، او حتى الزراعة اللي من غيرها مش هناكل. معلش يعني انا ما بسمعش اغاني الا في المواصلات، حاجة يعني بتسليني. هقول لك جميل، انا جاي بقى اوريك العلم ده مهم قد ايه. واحب اقول لك ان العلم ده برضه تلاقي مشايخ وناس كتير بتستعمله وتقرا بيه، يعني انت مش شرط تتعلمه بهدف تعلم الموسيقى بس. في البداية حابب اعرفك ان الموسيقى هي لغة زي اي لغة بالظبط، ليها حروف وقواعدها وطريقة لكتابتها وطريقه لنطقها. ممكن تحس ان الموضوع مكلكع من اللي انا رصيته ده، بس حرفيا اللغه دي من اسهل لغات العالم. لك ان تتخيل ان كل حروفها 7 حروف بس. هي مش زي العربي 28 حرف ولا زي الانجليزي 26 حرف، بس في مشكله. تخيل ان لغه حروفها 7 حروف بس، اكيد مش هتوصلك نفس المعاني والكلمات اللي ممكن توصلك من لغه حروفها اكتر. للعلم بس السبع حروف دول الموسيقيين بيقولوا عليهم اسمهم نغمات، وكل نغمه ليها صوت مختلف غير التاني. هتقول لي الله، ده ايه اللغه اللي ملهاش اي فايده دي؟ امال هتعلمها ليه؟ هقول لك ان الموسيقى لغه ما فيهاش حروف كتير فعلا، والحقيقه انت عندك حق، مش هتعرف تقول بيها جمل ولا كلمات مفهومه، ولكن تقدر توصل بيها احساس ومشاعر. والسبب في ان الموسيقى في منها انواع، في اللي بيحسسك بالسعاده واللي بيحسسك بالحزن، واللي دوره بيعبر عن الاشتياق والمشاعر الحلوه دي هي حاجه اسمها المقام الموسيقي. ممكن تكون سمعت الكلمه قبل كده، ولكن ممكن برضو تكون وقتها ما كنتش عارف ايه معنى الكلمه دي، فجيله حبيبك جاي يعرفك. بص يا سيدي، المقامات الموسيقيه هي عباره عن ترتيب النغمات الموسيقيه اللي احنا قلنا عليهم في اول الحلقه، اللي هم السبع حروف بتوع الموسيقى. النغمات دي بتترتب بشكل معين مع شويه اضافات وشويه لعب كده في النغمات، بيطلع لنا حاجه اسمها المقام. احنا عندنا في الموسيقى الشرقيه عدد مهول من المقامات، بس اللي معروف عندنا او الاساسيين هم 9 بس. هتقول لي ايه ده؟ هو في حاجه اسمها موسيقى شرقيه؟ امال اغاني ام كلثوم دي ايه؟ مشارق يا صاحبي، انت جاي تستكشف الدنيا هنا؟ المهم ان كل مقام من دول ليه صوت وطابع مختلف. فعندك مثلا مقام زي مقام العجم، ده مقام اهل الموسيقى بيقولوا عليه مقام فريحي، فهتلاقي حتى الاغاني اللي معموله من المقام ده اغاني حلوه، زي اغنيه انا قلبي دليلي وطلعت يا محلى نورها لسيد درويش. وعلى العكس هتلاقي مقام تاني صوته بيدل على الحزن زي مقام الصبا، اللي هتلاقي برضه اتعمل منه اغاني حزينه زي الاماكن لمحمد عبده او جانا الهوى لعبد الحليم. المقامات دي اهميتها بتتمثل في توصيل المشاعر اللي عايزه توصلها لك. ممكن تشوف ان الموضوع كبير وتفكر، وانا ليه اتعلم لغه اوصل بيها مشاعري، في حين ان انا ممكن اشتكي او اتكلم واقول اللي انا حاسس بيه. وجهه نظر جميله وتحترم، بس قول لي ازاي هتقدر تحكي اللي انت حاسس بيه لواحد ارجنتيني مثلا؟ هتقول لي سهله، اتعلم اسباني. في الارجنتين بيتكلموا اسباني، فبعد ما هتتعلم اسباني هتقدر تحكي له اللي انت حاسس بيه. بس انا عشان رخم هقول لك في واحد حبيبي في روسيا عايزك برضه تحكي له عن اللي انت حاسس بيه. تتعلم روسي كمان؟ طب لو قلت لك واحد صاحبي صيني او انجليزي، هتلاقي نفسك هتتعلم اكتر من لغه عشان تقدر تحكي اللي انت حاسس بيه، في حين ان لغه واحده زي الموسيقى هتلاقيها بتخاطب كل الجنسيات دي. يعني مثلا سنه 2021 حصل في مصر احتفال كبير جدا بنقل المومياوات، وساعتها العالم كله كان بيتفرج على الاحتفال ده. ولو لاحظت هتلاقي ان الاغاني اللي كانت معموله في الاحتفال ده باللغه المصريه القديمه، يعني ولا انا ولا انت ولا الاجانب فاهمين اللي بيتقال. ولكن اللي كان وصل لنا ان الاغنيه دي بالموسيقى بتاعتها بتدل على الفخر والقوه. عشان كده بقول لك ان الموسيقى بتقدر تتواصل بيها مع اي لغه، وتقدر تحسسه بالكلام اللي بيتقال ومعناه سواء حزين او سعيد. هتكل على الله انا بقى عشان الحق حصه الموسيقى اللي عندي. سلام.